مرحبا بكم معايا في شهوات رمزية. اليوم غنعمل معكم خبز الدار بالدقيق الابيض والفينو. بقاو معايا تشوفوا مقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا 2 كيسان د العنيبة د فينو و5 كيسان د الدقيق الابيض. كنزيد عليهم معلقة كبيرة د خميرة د الخبز ومعلقة كبيرة د سكر حبيبات ومعلقة كبيرة ناقصة من الملح. كنزيد عليهم معلقة كبيرة د الزبدة وكنخلط بالماء يكون دافي. كنبدا نخلط الطحين مع هاد المكونات هادو بالماء حتى كنتحصل على العجينه تكون مرخوفه، العجينه خفيفه ولينه. كنبدا نزيد الماء حتى كنتحصل على هاد القوام هذا، العجينه تكون خفيفه. صافي دابا غنبدا كندلكها مزيان. كل ما كندلكها كل ما العجينه كتشبر في راسها. كندلكها مزيان حتى كنتحصل على هاد القوام هذا. صافي دابا العجينه مدلوكه كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالها. دابا نقطع كويرات، نقسم على 3، نعمل 3 الخبيزات كنكورهم بهذا الشكل هذا. ودابا نضيف لهم الدقيق. عندي هنايا هذا الدقيق الابيض مخلط مع الفينو. كنضيف لهم الدقيق ونغطيهم بمنديل ونخليهم يرتاحوا. بعد ما كيرتاحوا عاد كنقرصهم بالدقيق وفينو. من بعد غنعملها في الصينيه دهنتها بشويه الزيت وغنعمل فيها الخبيزه. كنبدا نساويها هيدا وكنحيد ديك لي طرز د الاصابع. نفس الطريقه نقرص 2 اخرين اللي باقين وغنعملهم في الصينيه. كنغطيهم بمنديل وكنخليهم يختمروا. بعد ما كيختمروا الخبيزات كنعملهم يطيبوا في الفران اللي سخنته من قبل على اقصى درجه تكون عاليه 250. من بعد ما كيطيب الخبز هذا هو الشكل ديالو، كيجي خفيف. طريقه سهله في التحضير. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. خليكم على خير الى فيديو اخر مع شيوه اخرى في شهوات رمزيه.